أنا أرى أن عميد لاعبي العالم محمد الدعيع قادر على العطاء وحماية مرمى الأخضر، لا أبالغ إن قلت موسمين قادمة، وحتى يصل المنتخب إلى نهائي كأس العالم المقبل النهائيات في جنوب أفريقيا 2010. محمد الدعيع لا يمثل نصف الفريق، كما يقال أن الحارس نصف الفريق. أنا أؤكد أن محمد الدعيع هو 70% من فريق الهلال. نعم سيد أحمد، ابقى معي سنستعرض بقية نتائج الدوري التي حصلت ليلة أمس. إذن في بقية مباريات الدوري السعودي، نجح الشباب بنيل المركز الثالث بعد فوزه الكبير على الوطني ب6 أهداف دون رد، وتألق ناصر الشمراني بتسجيل 5 من أهداف الشباب على مدار الشوطين لينال الشمراني لقب هداف الدوري برصيد 18 هدفا، تاركا الوصافة للاعب نجران الحسن اليامي. الشباب أنهى الموسم برصيد 42 نقطة، بينما جاء الوطني في المرتبة التاسعة برصيد 25 نقطة. ونجح الاتفاق بالتقدم للمركز الرابع بعد فوزه على النصر ب3 أهداف دون رد. الأهداف حملت توقيع كل من سياف البيشي وبرنس تاغو وإبراهيم المغنم. بهذا الفوز أصبح رصيد الاتفاق 35 نقطة، بينما لدى النصر 33 نقطة في المرتبة الخامسة. وخسر الوحدة أمام نجران ب3 أهداف مقابل هدف. بهذه النتيجة تمكن نجران من رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الوحدة على 29 نقطة في المركز السادس. وسيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة الأهلي أمام القادسية، فبعد شوط أول سلبي النتيجة أعلن صالح الغواني تقدم القادسية بهدف أول في الدقيقة 65. ومن ركلة جزاء عادل البرازيلي أنطونيو كاريو النتيجة للأهلي في الدقيقة 83 ليرفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تدير القادسية القائمة برصيد 12 نقطة. إذن من جديد أعود لأحمد سرور معي من الرياض. سيد أحمد، يعني ما أبرز نتيجة لفتتك في هذه المباريات التي قرأناها الآن؟ طبعا بلا شك نتيجة الشباب مع الوطني 6 أهداف دون مقابل، على إثرها تصدر اللاعب ناصر الشمراني قائمة هدافي الدوري السعودي، وبذلك حصل على جائزة الرياضية موبايلية التي تمنحها جريدة الشباب العربي الدولية الرياضية بدءا من الموسم الماضي للرياضيين المميزين، وبذلك يكون حصل أول الألقاب لقب هداف الدوري لهذا الموسم، وفي حلته أو في عودة في شكله الجديد الذي عاد إليه وهو دوري النقاط. 6 أهداف أعتقد أنها كثير على فريق مكافح، فريق مجتهد كفريق الوطني الذي بقي عاما أو موسما آخر في دوري الأضواء إلى جانب نجران الفريق المكافح أيضا. نعم، طيب ماذا عن مباراة النصر والاتفاق؟ يعني الاتفاق أخذ المركز الرابع والنصر أصبح خامسا، يعني هذه النتيجة تعتبر جيدة؟ جيدة بالنسبة للاتفاق الذي لم يغب كثيرا عن البطولات أو عن النهائيات. الاتفاق هذا الموسم يقدم أداء كبير وأداء عالي سواء في البطولة الخارجية أو وصول نهائي كأس ولي العهد أو أيضا بالدوري، وهو بلا شك فريق يملك مواهب شابة جيدة وقادرة على المنافسة. النصر في آخر مباراتين وكأنه اكتفى بما حصل عليه، وهو لقب كأس الأمير فيصل بن فهد، وهو اللقب الأغلى الذي روى ظمأ عطش جماهير النصر لحقبة من الزمن. طيب نجران والوحدة، يعني نجران انتزع فوزا مستحقا بالأمس. نجران كما أسلفت فريق أيضا مجتهد وفريق يستحق البقاء في الدوري الممتاز لموسم آخر. نجران تحدى الظروف وقهر الصعاب التي واجهته بدءا من هروب مدربه إلى الإمارات ودخوله مع معهد المدربين، وبالتالي أيضا قائده المخضرم الحسن سيد أحمد الذي قاد فريقه.
نعم، لضيق الوقت اضطر لي مقاطعتك، ولكن أريد أن أعرف رأيك. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستسحب بعد قليل، ما رأيك بهذه القرعة؟ كيف ستكون؟ هل ستتم هناك مواجهة بين هذين الفريقين من جديد؟ باختصار لو سمحت. بطولة جديدة للأربعة الكبار إلى جانب أربعة الوسط، ستكون بطولة مميزة بلا شك إن شاء الله، وأنا أتمنى أن تكون منافسة كبيرة بين الفرق التي لم تحقق أي لقب في هذا الموسم كالاتحاد والشباب والأهلي والاتفاق، في ظل الحق المشروع لمنافسة الهلال والنصر أيضا في هذه البطولة، وهي البطولة الأغلى لا شك. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد سرور، كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. في الختام أودعكم ويعود الزميل بتال يلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج في المرمى. إلى اللقاء. الأخيرة كان الهلال يرمي بكل أوراقه في شوط المباراة الثاني الهجومية. الله 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 الله، ياسر وآسر القلوب بحقه حقيقي. الله 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 الله، يا له من هلال تنتهي بالزعيم بطلا للبطولة ب 48 نقطة، متعادلا مع شقيقه الاتحاد بنقاط، وفي مواجهة الفريقين 7 بطولات يشير إليها محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، هذا الأمير الذي يجلب البطولة الثانية للهلال، والذي قال أن هذا سيكون أجمل ليل يوم